قبل ما نبدأ الفيلم حابب اقول لك وحشتني يا زميلي. فيلمنا النهارده مزيج من الاكشن والدراما والخيال. ليه؟ لان احنا نغيب غيبتنا وبنرجع بهبتنا. كل اللي عليك يا صاحبي لايك وشير وسبسكرايب وفنجان قهوتك الجميل ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ يا معلم من اليابان مع الاميره كاسومي الحارس الشخصي بتاعها. بيقول لها ان اخوها مات لكن مش لاقيين جثته وان هي الحاكم الرسمي لليابان دلوقتي. لكن كاسومي بتعرفه انه طول ما مفيش جثه يبقى مش ميت، معروفه يعني، وانه كمان لسه عايش. وهي تروح تدور عليه بنفسها، لكن الواد بيحذرها انها لو خرجت بره القصر هتبقى وحشه ومنبوذه زي اخوها الميت. والاميره كاسومي بتخرج بره القصر وسط جيش الرجاله بتاعها اللي ما رفعش سيف في وشها، لكن الانثى الوحيده وسط الرجاله دي واسمها اياني. لا مش ياني، هي كده اياني. وبتسحب سلاحها وتواجه الاميره. بيركعوا قدامها في مشهد هوليودي كلاسيكي يا زميلي، بيترجوها عشان ما تمشيش، لكن الاميره بترمي السيف اتجاه السور، ولانها خفيفه ريشه بتمشي على الهواء فوق دماغ الرجاله وبتعمل السيف سوسته وتطير لفوق السور. اللي بنكتشف انه سور لقصر كبير جدا فوق جبل عالي فشخله. وفي ثانيه لثانيه بنلاقي كاسومي لابسه باراشوت وكوتش وهو معاها جناحين زي الطياره. ومن هنا بقى نفهم ان اليابانيين ضد الجاذبيه طبعا. وهي طايره في الهواء في سكينه صغيره بتوصل لها، ونعرف ان فيها دعوه خاصه لمسابقه قتال. وبنروح لتاني بطله معانا النهارده واسمها تينا، وبنلاقيها بتصيف على اليخت بتاعها ومنسمجه على الاخر بكنز العصير اللي معاها. وطبعا في 4 عيال قراصنه اول ما بيشوفوها بيريلوا عليها يا زميلي، ومش بيرضوا يستخدموا مسدسات عشان ما يخرموش اليخت، وبيطلعوا المركب وبيهددوها اما تسيب اليخت او تموت. لكن بطلتنا جامده تنين ولا فارق معاها الكلام ده كله، وبتزعل جدا لانها ما خلصتش الكنز، وتديهم بنيه وشلاليت وبنيات وتفسحهم كلهم في سطح الواد حماده، وبترجع تخلص بقى الكنز عادي جدا. لكن في سكينه صغيره بتوصل لها ونعرف ان فيها دعوه خاصه لمسابقه قتال. وبنروح يا صاحبي لثالث بطله معانا النهارده، ولسه طالعه من الشاور حالا ناو فريش، مطر عليك على الاخر يا زميلي اي خدمه. اسمها كريستي. اول ما بتخلص الشاور لا لابسه فوطه عشان مخك ما يروحش لبعيد. الظابط بيقول لها انه موجود عليها بتهم اتسرقت فلوس والماظ وياقوت ومرجان. ليه يا عم؟ هي سارقه شقه علي بابا. وبيفتشوا الشقه وهي لابسه فوطتها وبيلاقوا الشنطه فيها الفلوس وما فيهاش الالماظ. وبنفهم منهم ان اللي بلغ عنها يبقى شريكها في السرقه واسمه ماكس، وهي لازم تروح القسم عشان تكمل تحقيق هناك، واكيد مش هتروح بالفوطه. وبتطلب منهم انه ينولوا هدومها، وطبعا لانهم رجاله هيحانه جدا بيركزوا قوي يا معلم معاها وهي بتلبس. هوب هي دبل كيك في بنيات وشلاليت بتضربهم وتفسحهم على نفس السطح بتاع الواد حماده. وبتنزل من الفندق وتاخد من راجل جوه الاسانسير البلطو بتاعه انها طالعه كده بلبس مش ولا بد، وتاخد الموتوسيكل بتاعها وبتخلع من المكان. وهي ماشيه بالموتوسيكل في سكينه صغيره بتوصل لها ونعرف ان فيها دعوه خاصه لمسابقه قتال. نرجع لقبيله الاميره كاسومي ونشوف القائد بتاعهم بيقول لاياني ان كاسومي هربت من العشيره ودار عليهم، وبكده بقت شينوبي او منبوذه زي اخوها بالظبط، ولازم تدور عليها وتلاقيها وتقتلها. بنروح للطياره يا زميلي، وده متجمع فيها كل اللي جات له دعوه لمسابقه القتال. وفي واحده بتقول لهم انها هيلينا وبتشكرهم على قبول الدعوه بتاعه المسابقه، وان اللي هيفوز هيبقى اقوى مقاتل على الكوكب. مش بس كده، ده كمان هيفوز ب10 مليون اخضر يا معلم. انهم يستمتعوا بالرحله جدا. طبعا ابطالنا الثلاثه موجودين على الطياره، تينا ومعاها ابوها اللي جاله دعوه زيها، وحبيبها السابق ابو شوش الديك على راسه الاميره كاسومي، ومعاها الحارس الشخصي بتاعها اللي طبعا جاله دعوه زيها. كريستي بقى المفاجاه بتقابل ماكس على طياره، ايوه الواد اللي بلغ عنها البوليس يا زميلي، وبنعرف منها انه سارق دعوه مسابقه من مقاتل ودخل كمان مكانه، وان ده يعتبر غش، لكن مش بترضى تبلغ عنه، وبتهدده ان لو حكاها معاها بس كده هتفسحه عند الواد حماده. وهيلينا بترجع تاني على الشاشه وبتعرفهم لو عايزين يوصلوا لمكان المسابقه لازم ينطوا بالباراشوت دلوقتي حالا من الطياره، وان كل كرسي تحتيه الباراشوت بتاعه، ولازم يوصلوا لتمثال بودا قبل المغرب، واللي هيوصل متاخر هينطرد من المسابقه. كل واحد بيلبس الباراشوت بتاعه بسرعه يا زميلي وبيرمي نفسه من الطياره، وبينزلوا على جزيره عليها تمثال عملاق لبوذا. كل المتسابقين بينزلوا فوق التمثال ما عدا ابطالنا الثلاثه لسه على الشط، بيجروا عشان يلحقوا الوقت، مش بيعرفوا يطلعوا بسرعه لوحدهم، فبيقرروا انهم يساعدوا بعض وبيعملوا زي سوسته كده، وبيرموا اول واحده كريستل فوق اللي بتسحب تينا بعدها وتساعد كاسومو انها تطلع. وكاسومو كانت هتقع، وبنلاحظ ان البت اياني جت وراها، وابطالنا الثلاثه بيوصلوا كلهم في الميعاد وبيروحوا لمكان التجمع، وده عباره عن قريه سياحيه كبيره فشخله. بيقابلوا واحد اسمه فيكتور دونيفان، وده الراعي الرسمي بتاع مسابقه النهارده يا صاحبي، وكان معاه شريكه الله يرحمه ابو البت هيلينا واسمه دوج، وبيعرفهم انه لازم يروحوا المعمل يعملوا فحص بدني كده ليهم. الاول بيدخلوا جوه حلقه حديد كده وتفحصهم بالليزر، وفي واحد بيراقبهم كلهم من الكاميرات بيبقى معجب جدا بالبت هيلينا اسمه ويذربي. فيكتور بيروح له وبيطلب منه التقارير بتاعته اللي بيديها له على فلاشه، وكمان بنكتشف انهم يدوهم حقنه في دراعهم، وده عباره عن اجسام نانو صغيره وهم مش عارفين بتحفظ كل حركات الجسم وبينسخوها على الكمبيوتر ومنها على الفلاشه يا زميلي. بعدها بنشوف كل مقاتل بيتدرب بطريقته الخاصه على القتال، وطبعا ابطالنا الثلاثه ليهم طرق مميزه جدا وتدريبات قاسيه جدا على القتال، وبنعرف ان كل المقاتلين جامدين في شخوله في التدريب. وفيكتور بيكلمهم في السماعات وبيعرفوا ان الكمبيوتر اللي بيختار مين اللي بيقابل مين هو ملوش دعوه. طبعا ده كله هلس، هو كده هو اللي
اللي بيختار، وان في ساعه شخصيه هتبقى مع كل واحد بيظهر فيها صوره المنافس لكل شخص قبل النزال، وان طبعا غير مسموح باستخدام اي اسلحه في المسابقه، ايدك وبس. وعلشان تفوز لازم توقع الخصم بتاعك على الارض ويستسلم، واللي بيخسر بيروح عند امه على البيت. وبنشوف البت هيلينا وهي في قتال وبتضرب الخصم وتقع على الارض وبتغلبه، عامله فيها سلاح في النينجا. كريستي بتقابل واحد بيتعلم عليه وبتنزل في ضرب. تقريبا يا صاحبي كل المقاتلين اتنافسوا مع بعض ودخلوا معركه قويه جدا جدا. وطبعا عم الناس فيكتور مش مضيع الحوار ده كده على الفاضي، بيسجل كل اللي بيحصل من الكاميرات. وبنلاقي المقاتلين اللي فاز منهم بيمن اللي كان شايل خصمه زي فوط الحمام، تحسه وزنه 2 كيلو كده، وكريستي اللي بتطير ضد الجاذبيه وبتعلم الخصم في وشه. مش هنتكلم طبعا على هيلينا العسليه اللي بتغلب بالسلاسل ومش فارقه معاها حاجه. والواد هيبوسها الحارس بتاع الاميره كاسومي. لا الواد ده انا مش طايقه. بقى بنشوف الاميره كاسومي يا زميلي كانت قاعده على السلم كده وحزينه، وباين عليها انها بتفتكر الماضي الاليم، وبنفهم انها كانت مخطوفه والعيال واخدينها رابطينها على عمود فوق الكوبري. لا ما راحتش عند سطح الواد حمادي يا زميلي، عيب كده. وبنكمل فلاش باك وبنعرف ان اخوها جالها الكوبري، وكمان كان عنده قدره خاصه على القتال، وهي انه بيستخدم الاوبرا الصينيه اللي بيضرب بيها الخصم على قفاه فالخصم بيتشل، حاجه كده صلح بس بالصيني، ومحدش خالص قادر عليه. ولسه يحرر اخته من العمود في دعوه لمسابقه جات له. ونرجع معلم للوقت الحالي، وفيكتور بيروح يسلم على الاميره كاسومو شخصيا، بالذات لانها اخت الامير هياط، وبيتعرفوا ان هنا مش عشان المسابقه بس، لكن كمان عشان تفهم ايه اللي حصل لاخوها اللي بيقولوا انه مات السنه اللي فاتت في المسابقه هنا. فيكتور بيفهمها انه مات في قتال بشرف، وانه كان بينافس واحد اسمه ليون، وده عباره عن كتله عضليه يا معلم، وان هم بيتقاتلوا مع بعض ووقع هياطي من فوق وهم لا يوجد صوته لحد دلوقتي. فكاسومي بتاخده على قد عقله وتمشي، وبنلاقيها بتستحمى يا زميلي في ماء الورد. يا سلام. والواد هيبصها بيجي لها بيحرس لها باب الحمام. ايوه مخك ما يروحش لبعيد. بيعرفها ان البت اياني هنا وان حتى الاميره في خطر، والاميره بتعرفه ان هي فاهمه الحوار دواتي وعارفه ومش فارق معاها حاجه. بتخرج من الحمام وتعرفوا انه فيكتور بيكذب عليهم وانهم لازم يكتشفوا الحقيقه. وبنروح لكريستي اللي الواد ماكس عايز ياكل بعلاها حلاوه، وبيعرفها انه بلغ عليها الحكومه لصالحها طبعا لان الفلوس بتغير النفوس، وانه عايز يسرق ال 10 مليون اقدر اللي موجودين في خزنه المكان هنا والنص بالنص. وللاسف بتوافق. وبنروح لتينا يا صاحبي اللي الواد ابو شوش الديك بيغلس عليها وهي بتستجم. فيكتور وقتها بيقرر ان الاميره كاسومي تدخل في قتال مع ليون الواد الكتله العضليه اللي ضرب اخوها يا زميل. والاميره كاسومي واقفه بتسرح شعرها قدام المرايه كده، بتدخل عليها اياني وعايزه تقتلها بالسيف يا صاحبي تموتها خالص. لكن وقتها بيدخل عليها الواد ليون، اياني بتهرب منهم من البلكونه ولا كأن في اي حاجه. على فين ما حدش فاهم. وكاسومي بتحاول تضرب الواد ليون بنيتين ثلاثه ولا كانها بتعمل له مساج ومش مؤثر في اي حاجه، وبيضربها. هي بقى تتغاظ منه وتورينا الحمراء وبتكسر بالحيطه اللي فاصل بينها وبين كريستي وماكس. اياني بقى يا صاحبي بتعرف تضرب ليون فين وبتوجعه، وبنيه في شلوط في بنيه بتعلم عليه، وبتتاكد ان عمره ما كان هيقدر يغلب اخوها ابدا. ولانها ضد الجاذبيه بتعمل شقلباظات في الهواء وبترميه من فوق، بيقع في الميه تحت عند الواد زاك ابو شوش الديك. وبكده كاسومي تتاهل للنهائيات وبقى 2 بس يا معلم. البت تينا هي وابوها ضد بعض. ابوها بيجي لها بالليل بيكسر عليها الباب، بيلاقيها هي وكريستي مع بعض وبيقول لهم انتوا كده شكلكم مشغولين، ممكن ناجل القتال لبكره. وكريستي بتوافق. فيكتور بقى بيكتشف ان ماكس بينصب عليهم ودخل المسابقه كده بالغش، فبيرتب له قتال مع بيمن ابو عضلات التاني اللي اول ما بيدخل الاوضه عشان يقاتله ماكس بيرمي عليه اول فرده من جزمته فبتضربه تحت الحزام وبتوجعه. بيضربه بتاني فرده فبتيجي في دماغه وبيقع على الارض، والمفاجاه بقى بيقع عليه تمثال حديد وبيخليه يغمى عليه. وبكده ماكس يتاهل للنهائي. تينا تاني يوم بتقابل ابوها في القتال وبيتفقوا مع بعض ان اللي يقع في الميه بيتغلب. ابوها بيدب على المركب برجله وكاسومو بتطير لفوق الساقيه، وده طبعا لانها ضد الجاذبيه معروف. تينا بتتخانق مع ابوها اللي مش بيرضى يضربها طبعا وبيسيبها تضربه وتقع في الميه. ماكس بنلاقيه بيزغزغ البت هيلينا وتبقى عامله تاتو الياباني على ظهرها، بيصوروا بالكاميرا وبيعملوا ماتش كوره شاطئ يا زميلي. وده يا معلم ماتش للسيدات والبنات فقط. وهيبصها بيشوف فيكتور ساب المعمل وبيتفرج على البنات وبيطلب من كاسومي انها تخليه مشغول شويه وهو يدخل المعمل عشان يفهم ايه اللي بيحصل. يبدا الماتش يا معلم اللي طبعا فيكتور مبسوط بيه جدا. هيزعل ليه يعني مش فاهم. هيبصها بيروح لاوضه المراقبه وبيضرب كل اللي في سكته، ولانه نينجا فشيخ مفيش حد قادر عليه. وماتش البنات يا نجم مولع نار، متعادلين بقى مع بعض كوره يمين وكوره شمال والحياه بينهما، وبينما الجميع مشغولين بالعظمه دي. الواد هيبص بيدغدغ حراس المعمل كلهم، وكاسومو هي ماسكه الكوره بتلاقي سكينه ضربت الكوره وبتاخد بعضها وبتجري. اول ما ده بيحصل هيبص يبقى متراقب من الكاميرات وبيتحبس جوه اوضه. كاسومي بتجري على الغابه وبتقابل البت اياني اللي عايزه تقتلها بالسيف، لكن كاسومو بتواجهها وتعلم عليها وكمان تغلبها. والبنات اصحابها بينادوا عليها واياني بتختفي وسط الشجر وبيعملوا حفله كده علشان يروقوا على حالهم. والواد ويذربي بيحاول ان هو يلطف الجو مع البت هيلينا وشكلها كده هتلضم معايا معلم. تاني يوم بقى تينا هتواجه الواد ابو شوش الديك اللي بيحاول يحكها معاها ومش عارف. طبعا في الاول هو بيضربها لدرجه انه يوقعها على الارض، لكن هي بتقوم تاني ومتغاظه جدا وبتقدر تاخده تفسحه فوق سطح الواد حماده لدرجه انه بيستسلم ويتاسف لها انه غلس عليها. وطبعا فيكتور بيسجل كل الليله دي وبيعمل ماتش قتال بين هيلينا العسليه وكريستي العسليه برضه اللي بيطحنوا بعض فيه، لكن كريستي تبقى مركزه مع التاتو اللي على ظهر هيلينا لانه مفتاح الخزنه اللي فيها الفلوس. وبرغم كده كريستي هي اللي بتفوز بالقتال وترسم الرمز على ورقه وتديه لماكس. وبكده مش
متبقي في المسابقه غير الثلاث بنات وهيابوسا، وبيتلم ابطالنا الثلاثه بحثا عن الواد هيابوسا الا دي اليومين مش ظاهر، وبيروحوا مع بعض للمعمل، وفيكتور بيزحلق الواد ويزربي وبيديله اليوم اجازه، وابطالنا الثلاثه هم قاعدين مع بعض بيكتشفوا طريقه لدخول المعمل، وكمان بيفهموا ان فيكتور كان بيراقبهم، وبيلاقوا هيابوسا ملقح على الارض لسه اتكلموا معاه، وفي غاز بيطلع بيملى المكان والباب بيقفل عليهم. الواد ويزربي بيعترف بكل حاجه لهلينا وان ابوها كان راجل طيب، لكن فيكتور شرير جدا وهو اللي قتل ابوها، وفيكتور يبقى مراقبهم وسامع الحوار ده كله، ويبعت مقاتلين نينجا لهلينا عشان يقتلوهم، وهلينا لسه تتحرك بتلاقي السلم اتملى نينجا وساحبين سيوفهم عليهم، وبيضربوا الواد ويزربي اللي بعيد كده من غير ما يموتوه، وهلينا انها جامده في شخله بتغلبهم كلهم. ويزربي بياخد هلينا وبيدخل المعمل من الباب السري بتاعه، وماكس بيراقبهم ويدخل وراهم، وبنروح المعمل يا زميلي، وبنلاقي ابطالنا الثلاثه ومعاهم هيابوس مكتفين جوه كبسوله، وفيكتور بيعرفهم انه نسخ كل قوتهم عن طريق اجسام النانو اللي جواهم، وهينقلها للنضاره اللي لابسها. وهنا بقى يا صاحبي يدعنا نتساءل لغباء المخرج، ليه نضاره مع انه ممكن يحقن نفسه بالنانو برضه؟ المهم هو بيقدر ان هو ياخد كل قوتهم يدسوها في النضاره اللي هو لابسها دي، وبنلاقي هياتي لسه عايش، وان فيكتور حبسه بس عشان يجرب النضاره شغاله ولا لا، وفيكتور بيعرف هياتي انه عايز يدخل معاه في القتال، ولو رفض كده هيموت ابطالنا الثلاثه كلهم اللي من ضمنهم اخته كاسومي، ولانه جامد طبعا بيوافق، وتبدا المباراه يا معلم. والنضاره بتاعت فيكتور بتعرف ايه البت اياني بتقدر انها تسحب هياتي من الوعي وتحضنه. الغريب بقى يا معلم ان الواد هياتي حالق ومروق على حاله رغم انه كان مسجون ومتكتف جوه الحبس. المهم ماكس بيقدر يوصل للخزنه، وهيلينا بتحاول تفك حبسه الابطال من الكمبيوتر، وفيكتور اتاريه بقى بيسوق النضاره يا معلم للناس حول العالم، وبينقل برنامج التحميل للناس اللي دفعت، وهيلينا وويذربي بيسيبوا كل اللي في ايدهم عشان يوقفوا التحميل ده طبعا، وبينجحوا قبل ما التحميل يوصل، وكمان بيبلغوا امن الدوله اللي هو CIA بتاعهم. وفيكتور بيبعت الواد بيمن عشان يجيب الفلوس من الخزنه، وبيلاقي ماكس في وشه طبعا متغاظ منه من حوار الجزمه، فبيديه بنيه تخليه وليه ويغمن عليه. وهيلينا بتقابل فيكتور وتدخل معاه في القتال، لكن بيقدر يغلبها طبعا، وبيضرب الواد ويذربي قبل ما يحرر الابطال، وفيكتور بيفعل التدمير الذاتي للمكان، ومش باقي غير 3 دقايق بس والدنيا كلها تنفجر، وبياخد بيمن والفلوس وبيطلعوا لبره. هيلينا بتفوق وتجري وراه، وويذربي بينجح انه يحرر الابطال. هيبص بيقاتل الواد بيمن بشنطه الفلوس، وابطالنا الثلاثه بقى 4 معاهم هيلينا كمان، وبيقاتلوا فيكتور وهو لابس النضاره اللي مش عارفين ياخدوا منه حق ولا باطل، لدرجه انه ضربهم وهو واقف على الخشبه في الهواء، وبيوقع البت كاسومي وتينا، وكانوا هيموتوا لولا ستر ربنا، واخوها والبت النينجا بتاعته زحوا سلم كده عشان يتعلقوا بيه، وباقي 50 ثانيه بس والمكان كله ينفجر. ماكس هو وويذربي بيضربوا بيمن على راسه، وبينقذوا الواد هيابوسا بعد ما كان هيموت، وكريستي بتنجح انها تضرب فيكتور على ظهره بالصدفه لدرجه ان النضاره بتقع منه. هنا بقى فيكتور بيفهم انه انتهى، فيكتور بيجري منهم زي المجنون، لكن هياتي بيجي من تحته كده وبيضربه ببطن رجله فيثبته لثواني بس. كاسومي ضد الجاذبيه طبعا، وبتضربه بابره على قفاه وبتشل حركته خالص يا معلم، وكل المقاتلين بيرموا نفسهم من فوق عشان المكان ينفجر ما عدا ماكس والاثنين رجاله اللي معاه، بياخدوا ممر سر البحر من فوق وبينفجر المكان ومعاه فيكتور الشرير اللي بيموت محروق احسن في داهيه، وكلهم بينزلوا الميه يا معلم، وبيجوا شويه العيال القراصنه اللي لسه مضروبين في اول الفيلم، وبيقابلوا تينا تاني فبتضربهم تاني وتاخد المركب منهم وبتنقذ بيه زمايلها. طبعا بيعيش عمنا ماكس مع كريستي، وكاسومي مع هيابوسا، وهيلينا مع ويذربي، كل واحد شاف مصلحته يا معلم. بعدها باسبوع بيرجعوا لقصر كاسومي اللي بتتحدى جيشها كله المكون من 300 نينجا، وبكده معانا 3 ابطال بسيوفهم بالاضافه لهيلينا والنينجا اياني، وبقوا 5 ابطال ومش حرمك من حاجه يا معلم. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. سمعنا في الكومنتات رايك لو عجبك الفيلم، ولو ما عجبكش برضه سمعنا رايك، احنا تعبين قوي فيه